السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد. أنا عبد الرحمن ممدوح، ودي قناة لم يتم تسميتها بعد، خلينا نتخطى المسميات دلوقتي. النهاردة إن شاء الله عايز أعمل تصميم شكله كويس، تصميم قوي، تصميم بستايل خلينا نقول بيركز أكتر على المنتج، زائد إنه منتشر جدا. يعني النوعية أو الدايركشن بتاعت التصميمات دي منتشر جدا، لأن هو بيركز على قوة المنتج، بيركز على شكل المنتج عامل إزاي، بيركز في إن أنت عايز تظهر المنتج ده، عايز مثلا تبين فيه مثلا رعد مثلا، فأنت بتدل مثلا المنتج ده قوي. بيركز مثلا على تجديد الطاقة بتاعت الجسم أو أيا كان الموضوع ده. فيعني زي مثلا المنتج بتاع النهاردة بيتكلم عن البروتين، وطبعا البروتين مفيد جدا للطاقة ومفيد جدا لبناء العضلات. فاحنا هنحاول نبين قد ايه المنتج قوي وقد ايه المنتج يعني بنحاول نضيف عليه جزء من الحماس والنار والحاجات الجميله. التصميم بسيط جدا، احنا يعني مش هياخد مننا وقت ان شاء الله. بس حابب قبل ما ابتدي اقول ان انا طبعا كنت متعود في الاول ان انا بظهر او بصور لنفسي فيديو الاول، وبعد كده ببتدي ادخل في الفيديو. بس يعني لضيق الوقت والحاجات دي كلها، فاحنا هنتخطى الجزئيه دي ونركز اكتر على الانتاجيه ان شاء الله في الفتره الجايه. يعني عندي شويه وقت كده، فهنحاول نركز على الانتاج اكتر من نركز على المونتاج والكلام ده. يلا بينا، مش هطول عليكم. طيب، اول حاجه احنا هنفتح بروجكت جديد عادي. الايمج سايز بتاعتنا او الكانفاس بتاعتنا 2000 بكسلز و100 ريزوليوشن. ممكن تعمله 72، لان طبعا المنتج ده او التصميم ده هينزل على مواقع السوشيال ميديا. ف 72 كويس، وانا بحب اشتغل على 100. وده طبعا يعني ممكن يعتمد على قوة الجهاز بتاعك، وممكن يعني مش مشكلة عايز الجهاز بتاعك يكون اسرع، فبتخليه على ريزوليوشن اقل. ف 72 كويس جدا. طيب، احنا ان شاء الله في الفيديو ده هنستخدم الكام صورة دول بس، مش هنعمل اي حاجة تانية. وتعالى نشوف هنشتغل عليهم ازاي. طيب، اول حاجة مبدئيا هنجيب المنتج بتاعنا، او خلينا نقول قبل ما نجيب المنتج بتاعنا احنا ممكن نعمل سكتش بسيط. ويعني حلو في الستايل ده. هو مجرد خلفية والمنتج بتاعك وشوية افكتات كده ظريفة كده، زي ما قلنا بتبين قوة المنتج وخلاص. يعني ما فيهوش فكرة ايه قوية جدا. ممكن يكون يعني الجمدان أوي في الموضوع هو التكست. تمام. طيب، المنتج بكل بساطة انت ممكن بقى لو انت عايز تعمل سكتش، فهو المنتج بكل بساطة هيبقى بالشكل ده مثلا. تقدر تعمل سكتش كده سريع. طبعا يفضل يكون معاك جرافيك تابلت، مفيد جدا جدا في الحاجات دي والرسم زي ما انت شايف كده. ماشي. يعني ممكن نعمل حاجة ظريفة كده. طبعا السكتش مفيد جدا طبعا ان انت تجيب الفكرة بتاعتك، ولكن طريقة السكتش دي بتعمل حاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي ان انت بتقدر تبدع في الافكار. اكنك مسكت ورقة وقلم وقلت والله انا هطلع فكرة لوجو، هطلع فكرة بوستر، هطلع فكرة اي حاجة. فلما تكون انت يعني بتمسك القلم وبتحاول تنتج افكار، لا شعوريا عقلك بيبتدي يتعمق في الافكار بتاعته والابداع بتاعه، وتبتدي تطلع افكار ما كنتش تتخيل ان انت يعني هتعملها، وافكار جديده ايه انت ما كنتش بتفكر فيها. طيب، فانا بحب جدا ان انا ابتدي ارسم المنتج ده كده، واشوف مثلا الزاويه اللي انا عايزها. هل مثلا انا عايزه يبقى كبير قوي مثلا، والتكست يبقى على صغير، ولا عايز المنتج يكون كده وعليه افكتات، حواليه افكتات كتير، وعندي مثلا التكست هنا بشكل كبير، التركيز مثلا يكون على التكست والكلام ده، وهنا مثلا عندنا السجل الضريبي او ايا كان الحاجة بتاعتنا. طيب، آم، بس اعتقد ده كده ايه الفكرة اللي احنا هنشتغل عليها. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. طيب، اول حاجه مبدئيا انا دخلت على جوجل، لان المنتج مشهور جدا. فانا بس ايه دخلت على جوجل، جبت الصوره دي. طبعا كان في عده صور، بس انا ايه ركزت على كام حاجه، وهم ايه. اول حاجه طبعا الجوده بتاعه المنتج. تاني حاجه الاضاءه. يعني بص مثلا التكستشر دي، بعد ما نعمل الفلتر الاخير هتلاقي دي بانت قوي، وابتدى شكلها يبقى الجودة بقت عالية جدا جدا جدا، يعني فوق ما تتصور ان هي يعني ممكن توصل لها. طيب، دي الصورة اللي انا اخترتها ولقيتها بي ان جي عادي، مكانش فيه اي مشكلة في اختيار الصورة.
طيب هنعملها طبعا سمارت اوبجكت عشان الجودة ما تقلش، ونقول مثلا ان احنا هنعملها بالحجم ده. طيب انا مش بحب ان انا اعمل لك توتوريال مثلا 5 دقايق. التصميم ده انا عملته لك في توتوريال كده سريع، ممكن اقعد 5 دقايق بس. خلينا نقول ايه، كل ما تسمع مني كلام اكتر كل ما انت استفدت اكتر، كل ما المعلومة ثبتت في دماغك اكتر. طيب الستايل ده ببساطة بيركز على المنتج زي ما قلنا. فالخلفية برضو هتكون بسيطة جدا، ممكن تاخد من لون المنتج نفسه. يعني الموضوع مش صعب، الموضوع مش حاجة واو، مش مفهوش شغل كتير، ماشي، وفي نفس الوقت حاجة قوية جدا. فاحنا هناخد من لون المنتج اللي هو الأحمر، والله ممكن تاخد الأسود على فكرة، ممتاز جدا. خلينا كده نجرب الأسود كده ونشوف ممكن نوصل لإيه. وناخد مثلا مثلا ده، ونفتح الجريدينت تول، وطبعا نيجي عند الراديال ونبتدي نسحب كده هو بالشكل ده، ماشي. ممكن نكبر كده، تمام، كلام جميل جدا. طيب عملنا الإضاءة بتاعتنا، نبتدي نشوف باقي الحاجة. طبعا دي طريقة اللي هي ان انا اخترت لون اسود او اللون العام بتاع التصميم. ممكن طبعا من هنا من الهيو اند ساتوريشن اعمل كلارايز وابتدي الون التصميم بتاعي حسب ما انا عايز. زي ما انت شايف كده اي لون ممكن اختاره. اللون ده واو جدا جدا جدا. اللون ده واو ليه جدا جدا جدا؟ دي طبعا حاجه ما كنتش بفكر ان انا اشرحها، بس هي يعني هي جت بالصدفه كده. طيب هي يعني خلينا نقول ده نظام الوان او نظام اختيار للالوان كويس جدا، وهو ان انت بتختار لون عكس لون. فعندك هنا السيان اللي هو لون الخلفيه، هتلاقي على طول في وشه اللون الاحمر بتاع المنتج. فده يعني ايه، اختيار ممتاز. طيب خلينا نشوف اللي بعد كده. احنا هنبتدي بالخلفيه السوداء وممكن بعد كده نلونها براحتنا. طيب اول حاجه هناخد الخلفيه دي. خلينا نشوف دي كده ايه. طبعا الصورة دي من فريبك، تمام. جودة عالية جدا وتصميم خرافي جدا جدا جدا. طبعا الصورة دي بريميوم، فهحاول احطها لك في الوصف بتاع الفيديو. طيب طبعا اول حاجة هي ان انا ممكن اجي هنا ادوس تكتين على سمارت اوبجكت وابتدي اشيل الحاجات دي او اعملها باللون الاسود. ماشي، وممكن اللي تحت دي نفس الكلام. ممكن نخلي دي نخليها بالاسود. ممكن نستخدم الليفلز عشان نغمق الخلفية اكتر، وندوس كنترول اس. ماشي. طيب غالبا لازم نعمل دي سمارت اوبجكت وبعد كده ندوس كنترول اس. للأسف برضو مش عايزة، فاحنا مش مشكلة، هنسحب دي كده. انا مش متذكر المشكلة فين يعني. طيب هنرجعها تاني سمارت اوبجكت ونصغر الصورة بالشكل ده كده، وهنخليها ورا المنتج، ونعمل سكرين طبعا بالشكل ده. واصبح كده عندنا المنتج خلاص. يعني ايه، فاضل تكة ويبقى التصميم كامل وايه، ونخلص نفنش. طيب خلينا بقى نمسح الحاجات اللي احنا مش عايزينها دي، ماشي. طيب جميل اوي. ممكن نعمل فلتر هنا خفيف. نيجي عند فلتر ونعمل بلور، راديال بلور بالشكل ده. ونيجي عند زوم نعمل دي بست. ممكن نعمل دي 19 وندوس اوكي. زي ما انت شايف بتعمل لك حركة من النص لبره بالشكل ده كده، ماشي. خلينا نشوف كده بالشكل ده كده، ماشي، في من النص يعني. يعني انا لو جيت دوست هنا فانت بتحدد، تقدر تسحب دي كده. عايز البلور يبتدي منين؟ فطبعا هو هيبتدي من النص.
ماشي. احنا ممكن بس نخففها سنة صغيرة، نخليها مثلا 14. كويس كده. ماشي. ماشي. طيب خلينا نشوف اللي بعد كده. ممكن نستخدم دي. طبعا يعني الصورة دي بتدي بعد للتصميم، بس غالبا مش هنستخدمها، لان زي ما انت شايف الصورة غير مناسبة اوي يعني. بس ممكن تكون مناسبة، مش مشكلة، نسيبها. هسيبها. ماشي. ممكن اعمل حركة ظريفة اوي. طبعا انا بالذات مختار الصورة دي عشان الاجزاء المتداخلة مع التصميم دي بتدي بعد كويس جدا جدا للتصميم بتاعك. طيب جميل اوي. هنعمل برضو نفس الكلام، هنعمل بلور خفيف. آه مش عارف، ممكن يبقى مش بلور عادي، بس هيبقى اقل من اللي ورا شوية، وندوس اوكي بالشكل ده. طيب جميل اوي. خلينا نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده هو ان انا خلينا مثلا نرجع للخلفية. هنجيب الباترن دي برضو من فريبك ولا تقلق، هسيبها لك في الوصف زي ما قلنا. طبعا في العادي ان انت بتكبر، بس لا، انا عايز الباترن تبقى صغيرة بالشكل ده. ماشي. فانا ممكن اجي هنا واكررها بالشكل ده. طبعا الزرار اللي انا دوست عليه من فوق ده بيخليني اتحكم او اتحرك في الحاجة اللي انا عايزها عن طريق ان انا اعمل لها سيلكت من هنا، غير لما انا اكون دايس هنا فهو للاسف بيحرك الحاجة اللي انت ايدك بتيجي عليها، فللاسف هتلاقيني حركت الازاز بدل الخلفية اللي ورا دي، فهي دي مشكلتها. فانا عشان كده بشيل الاوتو سيلكت وببتدي ان انا احرك، اعمل سيلكت من هنا وابتدي احرك براحتي زي ما انت شايف كده. طيب هدوس كنترول ايه عشان اجمع كل الليرات مع بعض، وبعد كده هاجي عند لينر بيرن عشان تاخد لون الخلفية اللي ورا، وهخفف بالشكل ده حاجة مناسبة بالشكل ده. جميل جدا. طيب ننتقل للي بعد كده، وهو اللي هو الحاجة الغريبة دي، مش عارف دي اسمها ايه. هنيجي هنا. طبعا انا مش عارف دي اسمها ايه، بس انا كتبت سبيد لايت او حاجة زي كده، فهي ايه طلعت لي بالشكل ده. طبعا انا ونصيبي لو دوست نفس المشكلة برضو، فاحنا هنسحبها نو بروبلم بالشكل ده كده. وهاجي عند السكرين، طبعا مفيش غيرها معانا، واعمل كده بالشكل ده كده. ممكن اساسا استغنى عنها، بس خليها معانا لحد الاخر بالشكل ده. خلينا، هل ممكن ان احنا نغير في الالوان بحيث يبقى الالوان شكلها واقعي اكتر؟ ممكن، بس انا هعملها كلارايز واعمل كده، اختار اللون الاحمر عادي. ماشي. بعد كده هعمل لها دوبليكيت بالشكل ده. خليني اقلبها كده واعملها بالشكل ده. طبعا ده مختلف تماما تماما عن اللي انا كنت عارضه على الفيسبوك، وده مش مشكلة لان انا ابتديت يعني ايه اعمل تصميم من الاول، لان انا للاسف ما كنتش مسجله. مش مشكلة. المهم ان احنا ايه بنعمل تصميم شكله قوي. طيب زي ما انت شايف كده، التركيز طبعا على المنتج والحاجات اللي حواليه دي، بس ايه بتخلي المنتج شكله قوي وشكله ايه جذاب. طبعا يعني غالبا الناس التكنيكال او الناس اللي شغاله في شركات براندنج والكلام ده، الشغل كله اللي انا عملته ده ما ينفعش تقريبا، يعني على ما اعتقد، يعني ان الازاز يكون متداخل قوي بالشكل ده مع الحاجه والتصميم زحمه والكلام ده ما ينفعش. ولكن لما تيجي تتعامل مع عميل
او مجرد عميل، بلاش اسميها مجرد عميل، بس يعني واحد بتاع مكملات عادي، فهو بيركز ان التصميم يبقى شكله قوي، التصميم يبقى شكله جامد قوي، بعيدا بقى هل هو صح هل هو غلط. المهم ايه؟ المهم المنتج يبقى شكله قوي وبيعبر عن الحاجة اللي انت عايزه يعبر عنها. بس كده. وده اللي انا بحبه في المانيبيوليشن، هو ان انت بيتيح لك ان انت تجرب مليون حاجة. ماشي. المهم ان الحاجة شكلها ايه؟ كويس. طيب، فاحنا استخدمنا الصورة دي زي ما انت شفت كده بالشكل ده. طيب خلينا بقى ننتقل على الجزء بتاع الريتاتش. طبعا الصورة خرافة تحفة ما فيهاش اي حاجة، بس احنا هنقسم الصورة دي لحاجتين. ماشي. حاجتين يعني ايه؟ يعني انا عندي، عايزك تركز معايا عشان الحتة دي مهمة في بعض الحالات، او مهمة كتير قوي وانت بترسم اضاءة. عندي الجزء ده وعندي الجزء ده. الجزء ده فيه اضاءة بالفعل، يعني الجزء ده مثلا في لمبة هنا بالفعل منورة في الجزء ده. ماشي. وعندي هنا لايت باللون الاحمر. ركز معايا في الحتة دي، لايت باللون الاحمر. جميل قوي. هنا مفيش اضاءة زي ما انت شايف اسود، ولكن في لايت حمرا بس. يعني الجنب ده مفيهوش اضاءة، في ايه؟ لايت حمرا بس. فركز كده في الحاجتين دول عشان نعرف شكل الاضاءة على هنا هيبقى شكله عامل ازاي، وشكل الاضاءة هنا هيبقى عامل ازاي. طيب، اول حاجة في الجانب اللي هو فيه اوريدي اضاءة، ماشي، وفي معاه لايت حمرا، فهنستخدم معاها الكيرفز. الكيرفز بتعمل ايه؟ الكيرفز باختصار لما اجي استخدم مثلا اللون الاحمر، فهو بيبتدي يضيف لون احمر على اللون الاساسي اللي موجود في الصورة. زي ما انت شايف كده العلبة محتفظة بكل درجاتها، ولكن هي ايه؟ ابتدت تاخد لون احمر. تمام. هتلاقي كل التكستشر موجودة، كل حاجة موجودة في الصورة واخدة لون احمر، ولكن العلبة نفسها ما بقتش حمراء، ما بقتش حمراء اللي هو ايه، ما بقتش حمراء صرف يعني. طيب انا استخدمت اللون الاحمر زي ما انت شايف كده، طلعت فوق، وبعد كده هبتدي اضيف عليها لون اصفر. طبعا المفروض ان انت تبقى عارف الحاجة دي، ان الكيرفز البلو عكسه، البلو اهو هنا عكسه الاصفر، الاحمر عكسه سيان، الاخضر عكسه ماجنتا. يبقى انا عايز اوصل للون برتقاني، عايز اوصل للون برتقاني، اذا هجمع ما بين الاحمر والاصفر. لما اجمع ما بين الاتنين دول هيجيب لي اللون اللي في النص هنا، اللون اللي هو ايه؟ اللون البرتقاني. فانا ضفت لون احمر، وبعد كده هاجي عند البلو اللي هو عكس الاصفر، وانزل تحت كده الاقيه ابتدى ياخد لون برتقاني. حلو أوي. هاجي عند الماسك وادوس كنترول اي عشان اعكس، وبعد كده هلون عادي في الجنب ده بالشكل ده كده. ماشي. عادي بلون عادي خالص. ماشي. زي ما قلنا الجانب ده فيه إضاءة عادية الأول، وبعد كده فيه لايت لون أحمر. طيب، ده ببساطة الإضاءة هنا بيبقى شكلها عامل ازاي، أو بتستخدم ايه معاه. طيب، الجانب بقى اللي هو فيه شادو، أو مفهوش إضاءة بس فيه لايت حمرا بس. إيه اللي هنعمله؟ اللي هنعمله هو ان انا هعمل صورة كلر بالشكل ده، وممكن استخدم لينير دوج بالشكل ده. هتلاقي الجانب ده احمر زي ما انت شايف كده، احمر جدا. ممكن انزل شوية لان انا عايزه مش عايزه احمر فاتي، عايزه احمر غامق بالشكل ده كده. وبعد كده كنترول اي، وبعد كده هرسم لون احمر صريح جدا. طبعا انا المعلومات دي عندي منين؟ المعلومات دي عندي من التغذية البصرية، مش تكنيك معين، لا ده من التغذية البصرية. شفت تكنيكات كتير وتعلمت تكنيكات كتير بس لما تبتدي تاخد تغذية بصرية، هتبتدي تركز في الحاجات دي، بيبقى ليك الستايل بتاعك. طبعا الأجزاء دي فيها شادو أو النور مش واصل لها، فهتبتدي تاخد لون الحاجة عادي، لأن هي مفيهاش ولا ضوء أحمر ولا إضاءة بيضة ولا أي حاجة. ماشي.
ممكن نزود هنا الأحمر سنة ونسحب كده. تمام. لاحظت كده فرق الإضاءة هنا والإضاءة هنا؟ جميل أوي. طيب هل كده دي كده تمام؟ لأ، هنبتدي بقى إيه، من نفس اللون، من نفس اللون الأحمر ده كده هبتدي آخد لون أفتح بالشكل ده، وابتدي أعمل الحواف بس. ركز كده، شايف الحواف بس. بالشكل ده. خلينا نشوف قبل وبعد. طبعا كده بقت مدموجة أكتر مع الخلفية. طيب ده شكل الإضاءة، جميل أوي. هل في حاجة تانية ناقصة؟ في حاجة تانية ناقصة، اللي هو البرق. البرق بسيط جدا. كل اللي أنا هعمله إن أنا هعمله على سكرين عادي، وهفتح الليفلز عشان بالشكل ده. ادوس اوكي، وممكن ادوس كنترول يو عشان ابتدي الون البرق بتاعي. اخليه باللون الاحمر بالشكل ده كده، وعايزه يبقى ماسك في الحواف. ماسك في الحواف، مش هسيبه بالشكل ده كده، لا، ابتدي بقى ايه، استخدم الورب وابتدي ايه، اكنه داخل وطالع كده جوه المنتج، فاكنه ماسك في المنتج، يعني اكنه ايه جزء من المنتج، ما يبقاش حتة كده لوحده. ماشي. فاحنا ممكن نعمله بالشكل ده، وخلينا نفترض ان هو لف حوالين الازازة مثلا، فهيبقى بالشكل ده كده. بالشكل ده جميل اوي. طبعا لف حوالين الازازة، اذا الجزء ده مش هيكون ظاهر. لكنها ظهرت ايه من ورا الازازة ايه مرة واحدة بالشكل ده كده، لكنها ايه لف حوالين الازازة. طيب جميل جدا. هناخد نفس المنتج ده كده، نفس سوري، نفس البرق، هنعمله الناحية التانية سكرين، ومباشرة هاخد السمارت اوبجكت دي كلها واعمل لها دوبليكيت بالشكل ده كده. نفس الكلام برضو احاول اخليه جزء من العلبة، مش كل حتة لوحدها. دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، ان الافكتات اللي هتحطها لازم تكون جزء من التصميم، مش حاجة كده ايه رايحة لوحدها كده ملهاش حد يسأل عليها. ماشي. ممكن بس نخفف الإضاءة هنا شوية ونرجع دي بالشكل ده. ممكن نيجي هنا ونستخدم اللون ده مثلا، وهنعوز بس الايه الحواف دي تبقى منورة اكتر بالشكل ده. ممكن تبقى حاجة كده مثلا. طيب جميل اوي. انا حابب ان العلبة تكون، او غطا العلبة يكون كله اسود. هنعمل كده وهلون بالشكل ده كده اهو. ماشي جميل اوي. خلينا بقى نشوف حوار الخلفية. طبعا عملنا خلفية باللون الابيض والاسود، فهنبتدي نحاول نلونها.
زي ما انت شايف كده. اختار بقى الالوان بقى ايه اللي تنفع، والالوان اللي انت تحبها. الاحمر اهو كويس جدا، بس عشان اعمل كونتراست في الالوان او زي ما انت شايف كده ايه تباين في الالوان كويس، فاحنا ايه هنلجأ للون ده. ماشي. اصلا هتلاحظ ان اصلا من لون العلبة هو مستخدم فعلا لون عكس اللون عشان يجذب لك او يعمل لك تركيز على الحتة دي. ماشي. حلو اوي. ثم ننتقل بعد ذلك الى كنترول الت شيفت اي عشان يدمج لك كل اللايرات دي في لاير واحدة. ليه بنعمل كده؟ عشان نبتدي نعمل عليها الافكتات الاخيرة بتاعت التصميم بتاعنا. من الافكتات المهمة جدا اللي بحب اعملها هي البلورجاري ايريس بلور. بالشكل ده بتعمل لك دايرة، اي حاجة جوه الدايرة مش معمول لها بلور، اي حاجة بره الدايرة بيكون معمول لها بلور. طبعا في هنا النقط دي بتتحكم في الفيزر او مدى تداخل البلور ده مع الاجزاء اللي جوه. يعني لو شديت دي جوه فهبتدي ايه الاحظ ان البلور ابتدى يدخل جوه الدايره بالشكل ده، في عمليه سموز بتحصل في الموضوع. لو دوست الت اقدر اتحكم في كل نقطه لوحدها. يعني مثلا الجزء ده مش عايزه يبقى شارب قوي، فهبتدي ادخل معاه البلور كده بحيث يبقى متاثر بشكل بسيط. نفس الكلام هنا حاجه بسيطه، نفس الكلام هنا حاجه بسيطه، نفس الكلام هنا حاجة بسيطة أوي بالشكل ده. ممكن بيديك شوية اوبشن. عندك اللايت بوكيه بيبتدي يلون لك اللي بيزود لك سوري الإضاءة اللي حوالين الحاجة، فدي حلوة جدا. بتعمل تركيز برضو على الجزء اللي جوه، وفي نفس الوقت بيخلي لك الحاجات اللي بره شكلها لذيذ. يعني انت جرب، الحاجات دي مفيدة جدا. اهم حاجة ان انت ايه تجرب. وبعد كده خلينا ندوس هاي كواليتي. مش عارف ايه الفرق ما بين لما بتشيلها او، بس هي يعني بيبقى شكلها حلو يعني. طيب هدوس اوكي. خلينا نشوف قبل وبعد، قبل وبعد. زي ما انت شايف اختلاف رهيب جدا جدا. هنا التصميم زحمة جدا والتركيز في كل حتة، دلوقتي التركيز بقى اكتر على المنتج. ممكن نعمل حاجة ظريفة جدا. نفس الكلام كنترول الت شيفت اي، وبعد كده هنعمله سمارت اوبجكت. وبعد كده ممكن استخدم الريدر بلور واخلي دي 14 برضو مش هنروح بعيد بالشكل ده. وممكن عند الماسك وابتدي امسح الحتت اللي انا مش عايز يحصل فيها بلور بالشكل ده كده، اللي هو طبعا المنتج بالشكل ده. ممكن اخفف من هنا شوية، من هنا شوية، من هنا شوية. خلينا نشوف قبل وبعد، قبل وبعد. طبعا واقعي جدا جدا جدا. هنعيد نفس الكرة كنترول الت شيفت اي سمارت اوبجكت، وبعد كده هننطلق على الكاميرا رو فلتر. اهم حاجة في التصميم بتاعك بشكل عام، وبيصلح لك اي اخطاء في الالوان. طيب اول حاجة انا حابب اعملها هي ان انا ازود الكونتراست بالشكل ده عشان اعمل تباين في الالوان في الصورة. وبعد كده ممكن ازود الهايلايت سنة صغيرة. الشادو ممكن اخففه او اتقله مش عارف حسب الصورة، بس انا هنا هخففه شوية. الوايت والبلاك ممكن اسيبهم زي ما هو، ممكن الاسود يعني اتك عليه اكتر. ونيجي على المرحلة بتاعت تزويد الجودة بتاعت الصورة. زي ما انت شايف كده خلينا نزود التكستشر ونشوف ايه اللي بيحصل. فزي ما انت شايف بيتكلك على الحاجات البيضة والحاجات السوداء، فهتلاقي الجودة ايه بتزيد معاك. خلينا نشوف الكلاريتي. زي ما انت شايف كده الجودة ابتدت بالفعل تزيد. خلينا نشوف قبل وبعد، قبل وبعد، قبل وبعد. ده كده ايه بعد تزويد الجودة. ممكن نلعب في دي شوية مش لذيذة. فانا ممكن ادخل شوية على الازرق جميل قوي، واجي عند التنت. زي ما انت شايف التنت ايه بتعمل لك ايه تدي لك برضو شوية لون كده. فانا شايف كويس جدا ده جميل قوي. الديتيلز ممكن نلعب شوية في الشاربنينج بالشكل ده.
شاربنج نفس الكلام، بتتك على الحاجات البيضاء والحاجات السوداء نفس الكلام. هنشيل كل ده. ممكن نزود الراديوس ده كمية الشاربنينج اللي في الموضوع. الديتيلز بتزود الديتيلز، طبعا مش محتاجة شرح. ماشي. بعد كده ممكن نيجي عند الكالر ميكسر. مفيش حاجة اعتقد. ممكن نيجي عند الساتوريشن ونزود شوية السيان، او زي ما هو مسميه الاكواس. اوكي، نو بروبلم. البلو بالشكل ده. ممكن الاحمر نزود الساتوريشن شوية، مش مشكلة. ممكن هنا نلعب في الالوان شوية زي ما انت شايف كده، عايزه برتقاني بقى، عايزه تزود الاحمر شوية، الكلام ده. مش محتاجين الحاجات دي اعتقد. ده كويس، مش محتاج لعب. ده نفس الكلام، مش محتاج اي لعب في الموضوع. الافكتس دي ممكن نحتاجها. نعمل الحواف بالشكل ده ونشيل الهايلايت. باختصار انا بعمل الحواف كده سودا بالشكل ده، والهايلايت بقول له اي حته فيها هايلايت في الحواف شيل لي منها اللون الاسود، بحيث ان هي ايه، ما تكونش مؤثره زياده عن اللزوم في التصميم بتاعك. طيب بس كده اعتقد خلصنا. جميل قوي. خلينا نشوف قبل. زي ما انت شايف التصميم باهت، مفيش جودة، مفيش أي حاجة. مش عارف ازاي أساسا كنت شغال ومقتنع بيها بالشكل ده، وثم فجأة بوم، تصميم جميل جدا. بس كده. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، والفيديو يكون مفيد جدا. طبعا نسينا حاجة مهمة جدا، خلينا نقولها سريعا. طبعا أنا في التصميمات بتاعتي كعبد الرحمن ما بحبش أضيف تكست، مع إن التكست مهم جدا. بس انا للاسف مش بحبه، بحب اركز اكتر على المنتج. فانا خلينا نجرب كده. طبعا هو عشان ماسلز وحاجات من دي، فاحنا هنكتب جملة هتكسر الحديد. ماشي، جملة كده بكل بساطة. هنكبر التكست. طبعا في مليون تكست تقدر تستخدمه، بس يعني بناء على الجملة اللي مكتوبة، فاحنا مش هنستخدم فونت خلينا نقول ناعم، او فونت لولبي، او فونت لذيذ كده. لا، احنا عايزين فونت يكون تقيل، ليه وزن كده، لان التصميم زي ما انت شايف كده قوي، بيركز على حاجات ايه، تقيلة قوي. فاحنا هنستخدم حاجة قريبة من الكلام ده. خلينا نشوف. انا كنت محمل فونت ممكن شكله طار. لا، ما طارش، اهو موجود. ماشي، زي ما انت شايف كده. هتكسر الحديد بكل بساطة بالشكل ده كده. ممكن نجيب دي كده. طبعا انا مش احسن حد في الفونت، ممكن اي حد يبقى، اي حد حرفيا لو اخد، يعني لو ركز في الموضوع شوية هيعمل حاجات احسن مني في الفونتس. ممكن نجيبه كده شوية ونصغره كده مثلا. يعني انا زي ما قلت انا مش احسن حد في الموضوع. ونعمل دروب شادو، او انا عندي مشكله بالفعل في الحته دي. فتقريبا كل تصميماتي بعمل التكست ايه في الكواليس، وبعد كده بشيله وببتدي اعرضه على الفيسبوك او ايا كان المكان اللي اعرضه فيه. خلينا نجرب كده البيفل اند امبوس. طبعا انا بجرب معاك، انا مش حاطط اي فكره في الموضوع خالص. وعلى فكره الفيديوهات بتاعتي كلها عباره عن استرسال. يعني انا مفيش فكرة بطلع اقولها، انا عارف ان انا هعمل تصميم عن الحاجة الفلانية وبطلع اعمله قدامك عشان تبقى كل حاجة قدامك. ما بحبش اجهز ولا الكلام ده. مش عارف ده عيب ولا ايه، بس مش ممكن نجرب حاجة من دول. متهيألي ده كويس. آه خلينا نجرب الكونتور. نجرب حاجة من هنا. اعتقد
اعتقد مش هنستخدم حاجة من هنا. نكنسل ده وكنسل ده بالشكل ده. احنا ما عملناش اي حاجة، اعتبرنا ايه، ما عملناش اي حاجة. ممكن نعمل حركة ظريفة، هعمل دوبليكيت للفونت واعمل اشيل الدروب شادو دي شوية واعمل كنترول اي بالشكل ده. خليني اجرب حركة لذيذة. يعني بما ان هتكسر الحديد فخلينا ايه، نكسر شوية في نعمل حاجة كده مثلا ممكن نيجي هنا مثلا، لا، اننا نيجي هنا ونعمل نكسر بس بكل بساطة. ممكن اعمل كده عشان تبقى ايه، يبقى الموضوع متكسر فعلا. واشيل دي. ممكن اعمل زي كده مثلا ده يعني حاجة عشوائية جدا يعني. ماشي باختصار. وبعد كده ممكن نعمل واحدة كده ماشي بالشكل ده جميل قوي. ممكن بقى نمسك دي كده و نعملها كده جميل قوي. خلينا بقى نيجي هنا ونعمل كده في الحتت دي بالشكل ده. هنعرف دي ايه دلوقتي. يعني اعتقد ان انتوا بالفعل فهمتوا ايه اللي بيجرى. طبعا انا يعني برسم اشكال عشوائية، انا معرفش ايه اللي هيحصل. انا هعمل فجأة بوم بالشكل ده كده. بس كده. اشكركم جزيلا 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 ان انتم كملتوا الفيديو لحد الاخر. واتمنى دعمكم للفيديو، اتمنى ان يكون التصميم عجبكم، التصميم يكون مفيد جدا. عايز اقول لكم ان دي مش الفكره اللي انا ابتديت بيها اساسا. مش دي الفكره اللي انا كنت عايز اعملها. ولكن زي ما انتوا شايفين انا كل ما تبص للتصميم اكتر، كل ما تفكر في التصميم اكتر، كل ما تحاول تعمل له تيست في الاول وبعد كده هتبتدي تعمله بشكل مختلف تاني. كل ما ظهرت الفكرة عندك اكتر والموضوع عندك بقى اتحسن. فخليني كده بس اوريك كده سريعا التصميم الاساسي اللي انا عملته وبعد كده غيرته. فزي ما انت شايف كده هو ده التصميم اللي انا المفروض كنت طالع اعمله في الحلقة بتاعت النهاردة. بس زي ما انت شايف كده انا حاسس ان انا عملت حاجة احسن بكتير اوي 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 اوي. يعني الموضوع هنا شكله مش لطيف. الموضوع متدمر حرفيا. بس هنا زي ما انت شايف كل حاجة مظبوطة، كل حاجة كويسة جدا. فزي ما قلت لك مهم جدا 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 ان انت تجرب الحاجة مرتين على الاقل. مرتين على الاقل يعني. الفرق ما بين ده وده مرة واحدة. يعني انا جربته مرة وطلعت قلت اعمله بشكل مختلف او سلس اكتر، وهو ده اللي وصلت له. طيب شكرا جدا جدا على متابعتكم. اتمنى ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، وما تنساش تصلي على سيدنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.